مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى اخباركم. هنا مساحة خاصة بكل ما يتعلق بالعالم الرقمي بتغطية شاملة لمنصات التواصل الاجتماعي. أخباركم اسم على مسمى، أبرز ما نشرتموه أنتم في وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، كل ذلك تجدونه معنا هنا من تعليقات ومواقف ولقطات مميزة وكل ما يتعلق بكأس العالم فيفا قطر 2022 من قطر ومن أي مكان كنتم فيه بالعالم. أهلا بكم جميعا. وبعد تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع النهائي، زار النجم الفرنسي مبابي زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي في مقر إقامة أسود الأطلس قبل يوم من مواجهة إسبانيا في دور ال16، وأخذ معه صورا تذكارية. مقطع الفيديو لمؤازرة مبابي لحكيمي أشعل منصات التواصل بمختلف أنواعها. لنتابع. منشور لافت على انستغرام لاقى رواجا كبيرا، نشر الحساب الرسمي لكأس العالم مجموعة صور لأشرف حكيمي رفقة والدته، وعلق باللغة العربية: الأم صورة مصغرة للوطن، ولاعبو المغرب يعرفون ذلك، ولهذا تراهم دوما يحتفلون رفقة أمهاتهم بعد كل مباراة لأسود الأطلس. العائلة لها أولوية دائما، وما حصل مع اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أكبر دليل على ذلك، فبعد علمه باقتحام منزله من طرف مسلحين كما ورد في هذا المنشور لفابريزيو رومانو، ترك ستيرلينغ المنتخب عائدا إلى لندن للاطمئنان على عائلته بدعم من المدير الفني غاريث ساوثغيت وزملائه في المنتخب والاتحاد الإنجليزي للعبة. لكن النجم الإنجليزي قد يعود إلى قطر لاستكمال مشواره الدولي. وبالحديث عن إنجلترا، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي على إنستغرام مقطع فيديو يعكس الأجواء الاحتفالية لدى عودة المنتخب إلى مقر إقامته بعد إقصائه لنظيره السنغالي من دور ال16. لنتابع. الحساب الرسمي لكأس العالم على انستغرام فعلق على فوز المنتخب الإنجليزي كاتبا عبر صفحته: إنجلترا تتقدم إلى ربع النهائي. بدوره لاعب المنتخب الإنجليزي ميسون ماونت نشر عبر صفحته في انستغرام: أبطال طاقم العمل خلف الكواليس، النجاح يتطلب فريقا كاملا، ربع النهائي، هل أنت جاهزة يا إنجلترا؟ وذلك احتفالا بالتأهل إلى دور الثمانية. جود بيلينغهام أيضا نشر عبر صفحته على انستغرام معلقا على فوز المنتخب الإنجليزي: فوز كبير إلى ربع النهائي. جرت العادة في كل البطولات الكبرى بظهور النجوم بقصات شعر غالبا ما تبدو غريبة في بداية الأمر، لكن سرعان ما تتحول إلى موضة يتبناها الكثير من الشبان وخاصة المشجعين منهم لهؤلاء النجوم. القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر نشرت مقطع الفيديو التالي لعدد من نجوم المنتخب الإنجليزي. لنتابع. You a 100%, match 100%, for sure 100%, proud 100%, I do 100%. تحت هاشتاج السيتي نشر حساب مانشستر سيتي على تويتر باللغة العربية صورة للاعب الإنجليزي فيل فودن، وعلق عليها: فيل فودن ثاني أصغر لاعب يصنع هدفين في مباراة واحدة بالمراحل الإقصائية من كأس العالم بعد البرازيلي رونالدو.
ثمن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك جهود دولة قطر في إخراج كأس العالم فيفا قطر 2022 بأبهى حلة. سوناك نشر عبر حسابه الخاص في تويتر تغريدة قال فيها: نرفع القبعة لقطر على استضافتها الرائعة لكأس العالم. دور المجموعات سيذكر على أنه من الأقوى في التاريخ. هيا إنجلترا. نواصل مع تأهل بطلة العالم فرنسا إلى ربع النهائي على حساب بولندا، فقد عبر كيليان مبابي عن سعادته بهذا التأهل. مبابي الذي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 8 أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ 24 من عمره، نشر عبر حسابه في تويتر تغريدة قال فيها: انتصار جميل وتأهل إلى ربع النهائي. من جهته علق أوليفييه جيرو على الفوز كاتبا عبر صفحته في انستغرام: فخور جدا بهذا الفريق وهذا القميص، نواصل مشوارنا، هيا إلى ربع النهائي. ونشر حساب EPL World على تويتر صورة لكيليان مبابي علق عليها: كيليان مبابي اللاعب الوحيد في كأس العالم 2022 الذي حقق جائزة رجل المباراة في 3 مباريات أمام أستراليا، أمام الدنمارك، وأمام بولندا. وبعد تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع النهائي، زار النجم الفرنسي مبابي زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي في مقر إقامة أسود الأطلس قبل يوم من مواجهة إسبانيا في دور 16، وأخذ معه صورا تذكارية. مقطع الفيديو لمؤازرة مبابي لحكيمي أشعل منصات التواصل بمختلف أنواعها. لنتابع. مقطع فيديو لمشجع فرنسي يهنئ والدته بيوم ميلادها في استاد الثمامة قبل انطلاق المواجهة أمام بولندا في دور 16 نال انتشارا كبيرا على مواقع التواصل. مع بعض نتابع. فرحة لاعبي المنتخب الفرنسي قابلتها خيبة أمل لدى لاعبي المنتخب البولندي الذين ذاقوا مرارة الإخفاق. صورة لحارس مرمى بولندا تشيزني وهو يحتضن ابنه محاولا إقناعه بالتوقف عن البكاء عقب الخسارة أمام فرنسا، نشرها على حسابه الخاص في انستغرام، وكان لها أثر كبير على مواقع التواصل. في تويتر على صورة الفتاة الصغيرة التي رافقت مبابي إلى الملعب وهي تبتسم. الحساب غرد كاتبا على الصورة: عندما تتاح لك فرصة السير إلى جانب مبابي. في منشور لافت على انستغرام لاقى رواجا كبيرا، نشر الحساب الرسمي لكأس العالم مجموعة صور لأشرف حكيمي رفقة والدته، وعلق باللغة العربية: الأم صورة مصغرة للوطن، ولاعبو المغرب يعرفون ذلك، ولهذا تراهم دوما يحتفلون رفقة أمهاتهم بعد كل مباراة لأسود الأطلس. بالعودة لمواجهة الأرجنتين وأستراليا، نشرت صفحة 433 المختصة بمتابعة كل صغيرة وكبيرة في عالم الساحرة المستديرة مقطع فيديو لمشجعين أرجنتينيين يصرخون في الملعب معلقة: تأثير ميسي. لنتابع. انتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو مؤثر لمجموعة من المشجعين الأرجنتينيين يساعدون مشجعا مقعدا للاحتفال بفوز الأرجنتين في دور 16 على أستراليا. دعونا نشاهد جانبا من ذلك. جابرييل باتيستوتا نجم المنتخب الأرجنتيني السابق نشر على حسابه الخاص في انستغرام
صورة جمعته بأصدقائه ولاعبي المنتخب وهم يمضون أوقاتا جميلة في قطر، وعلق على البحر مع أليكسيس وخوليان. مظاهر الضيافة والترحيب بالمشجعين من مختلف دول العالم في قطر تبدو واضحة أينما تجولت في العاصمة الدوحة وغيرها من المدن، ويلاقي ذلك استحسانا كبيرا من هؤلاء المشجعين والزوار. والدة النجم البرازيلي نيمار لفت انتباهها أحد المجالس في الدوحة، وقد تزين مدخله بأعلام دول المنتخبات المشاركة في كأس العالم. ولدى استفسارها عن المكان تلقت دعوة مباشرة لتناول القهوة العربية، فلبت الدعوة وأخذت الصورة المنشورة على حساب طلال الحمادي مالك المجلس على إنستغرام. نشرت صفحة وان فوتبول فيديو طريفا عن ملابس مختلفة في كأس العالم فيفا قطر 2022 وعلقت: ملابس كأس العالم هذه مبهرة، لنتابع.